هل الجلوس عند الشرب سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شرب النبي جالسا وشرب النبي قائما. وإذا أردت أن أتوسع فسأقول إن حديث الشرب قائما أصح من أحاديث الشرب جالسا، والجمع وارد أيضا، يعني الجمع وارد. الرسول شرب من زمزم قائما، شرب في عرفات قائما. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في خلافته في رحبة الكوفة وقد توضأ، وبعد أن توضأ قال إن هناك أناس يزعمون أن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي رضي الله عنه قائما، ثم شرب علي رضي الله تعالى عنه قائما. حديث زجر عن الشرب قائما به علة، قد روي من طريق قتادة عن أبي سعيد الخدري، وروي من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري، وأبو عيسى الأسواري قد روي من طريق قتادة عن أنس عفوا، ولكن روي من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد، ففيه هذه علته، وأبو عيسى الأسواري هذا مجهول. حديث لو يعلم الذي يشرب قائما ماذا عليه الاستقاء، في سنده مقولة أيضا، في سنده مقولة أيضا، أظن عمر بن حمزة العمري في السند معلول، والله أعلم. الأكثر الروايات الشرب قائما هي الأصح، وإن شربت جالسا خروجا من اختلافات جاز ذلك، وإلا فالحديث الأقوى في تجويز الشرب قائما، فإن شربت جالسا أو قائما الأمر فيه ساعة، والله أعلم.